الا كنتي خدامه على راسك وعلى حلمك وكتحاولي تطوري راسك وكتقراي وكتعلمي وكتخدمي ولكن ما كاين حتى واحد شي في مجهوداتك ولا داكشي اللي صابره عليه، ماشي مشكل. الناس ما خصهمش يعرفوا كل خطوه كديريها، الناس كيعترفوا غير بالنتيجه النهائيه. السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي ندوي لكم على واحد النوع من البنات اللي تعجبني بزاف صراحه. بنت كتخدم على راسها في صمت، ما كتحتاجش تبرر للناس شنو كدير ولا شنو ناويه ولا فين باغا توصل. بنت اللي ما كتهضرش بزاف ولكن كتخلي النتائج هي اللي تدوي في بلاصتها. اول حاجه غادي ندويو عليها هي كيفيه اتقان الصمت، اللي بصراحه بزاف وانا وحده منكم ما كنقدروش نسترو داكشي اللي بغينا نديرو، الخطوات، الاحلام، الاهداف، اي حاجه ما كنقدروش نستروها دغيا كنمشيو كنعاودوها الناس اللي دايرين بينا. داكشي علاش خاصكم تعلموا تسدوا فمكم على اي حاجه بغيتو ديروها وبداو تولفوا راسكم. واحد لاستيس اللي انا درتها ونفعتني بزاف هي ديك الهضره اللي غادي نقولها للناس، كنمشي كنعاودها الكتاب ديالي، كنمشي كنكتب فيه كاع داكشي اللي غادي نقولو للناس، وهكا بشويه بشويه نهار على نهار غادي تولفي انك ما تعاودي حتى شي حاجه للناس وغادي تولي غامضه. سكات ماشي غادي ينفعنا غير فاش نسترو الامور ديالنا باش تيسر وهكا، ولكن كينفعنا في بزاف ديال المواقف. غادي نعطيكم اكزامبل، بحال مثلا فاش كتكوني في شي حوار مع شي شخص، حاولي ما امكن ما تقاطعيش وسكتي وخليه هو يهضر وانتيا جاوبي على قد السؤال. كوني متاكده ملي غادي تسالي هذاك النقاش غادي تلقاي راسك فهمتي الشخصيه ديال داك الشخص وفهمتي حركات الجسد ديالو، غادي تلقاي راسك فهمتي داك الانسان مزيان، وفي الاخر غادي تخرجي نتي رابحه في داك النقاش. السكات خاصك توظفيه عاوتاني حتى فاش تكوني معصبه، تعلمي تسكتي فاش تكوني معصبه اولا فاش كتكوني مقلقه ولا فاش تكوني عندك شي مشكل، حيت هذيك الساعات الدماغ ديالنا تيخليني نقولوا شي جمل اللي ماشي منطقيه، فهمتيني؟ شي جمل اللي ما كتعقليش على راسك امتى قلتيها. ملي كتبردي كتندمي علاش قلتي داكشي علاش من الاحسن تسكتي وتهدني تا ترتاحي. هذيك الساعه تقدري تهضري وتقولي شنو باغا تقولي. انا عطيتكم غير امثله على الصمت او السكات فاش غادي ينفعنا. من بعد ما تعلمتي كيفاش غادي تسكتي غادي نشوفوا دابا علاش غادي تركزي. اهم الحوايج اللي خاصك تركزي عليهم هو تركزي على تطوري المهارات ديالك بلا ما تدوي عليهم. ركزي على الاهداف ديالك بلا ما تشرحي لشي حد شنو باغا ديري ولا شنو هذوك الاهداف او علاش باغا ديريهم. ركزي على راسك، ركزي على الثقه في النفس ديالك، ركزي على كيفاش تكوني مستقله، ركزي على كيفاش ما تبقايش تطلبي الاهتمام من حتى شي واحد، ركزي على كيفاش تاخدي القرارات حياتك بوحدك بلا ما يعرفوا الناس وبلا ما تشوري معاهم. اهم حاجه هي تركزي انك تستري اي حاجه بغيتي ديريها، خدمه، زواج، اي خطوه بغيتي ديريها لقدام ستريها. على صحابك اللي قدرتي تقوليها لوالدك فقط، الناس الاخرين ما عندهم باش يعرفوا. والا احتاجيتي شي حاجه سيري تساوري مع الناس صحاب الاختصاص، حيت هما اللي غادي ينفعوك. اما الناس اللي دايرين بك ما عندهم باش ينفعوك، من غير انهم غادي غير يحبطوك ويطيحوا المعنويات ديالك وما يخلوكش انك تزيدي القدام، وديما يخلوك تحسي بانك انت ما قادره ديري حتى شي حاجه وما قادره توصلي حتى شي حاجه. كوني متاكده الا ركزتي على هذا الشيء وبالسكات غادي تبني واحد الشخصيه اللي قويه، واحد البنت اللي غامضه، غتولي واحد البنت اللي كتصدم ليا بنادم بداكشي اللي كتوصل ليه. وفاش تكوني غير لا غاده في هذا الطريق نحو النجاح ديما فكري راسك وقولي انا غادي نوصل وغادي نحقق داكشي اللي في بالي، وماشي ضروري الناس يعرفوا، حيت غدا ان شاء الله غادي يشوفوا داكشي بعينيهم. الا وصلتي حتى لهنا عارفي انه انتي وحده من البنات اللي عندهم مستقبل زوين. غير صبري غادي تولي واحد البنت اللي ناجحه في حياتها، واحد البنت اللي حققت اهدافها وعارفه شنو باغا. وما تنسينيش من متابعه ولايك الفيديو الى عجبك المحتوى، ونشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي.